إلا قلت لك مدينة مغربية في المغرب يعني داخل الحدود الجغرافية المغربية، ولكن إلا بغيتي تدخل لها خصك باسبور ديال واحد الدولة أخرى. يعني واخا يكون عندك الباسبور المغربي ما غاديش تدخل ليها. غادي تقول لي باينه هذه غادي تكون يا سبته يا مليليه، ولكن غادي نصدمك وغادي نقول لك باللي راه ماشي سبته وماشي مليليه، هذه مدينه واحده اخرى. فإلا ما كنتيش عارف هاد المدينه، وحتى إلا كنتي عارفه وكنتي مازال باغي تعرف عليها شي معلومات اخرين، فما تزابيش وكمل الفيديو حتى الاخر. مدينة القويرة، المدينة الساحلية، المدينة المهجورة والمنسية، واللي كيبلغ عدد السكان ديالها صفر نسمة. هي مدينة مغربية، ولكن إلا بغيتي تدخل ليها خصك الباسبور ديال موريتانيا. يعني واخا يكون عندك تا الباسبور المغربي ما غاديش تدخل ليها، وما يمكنش ليك تدخل ليها من الحدود المغربية. إلا بغيتي تدخل ليها خصك تدخل ليها من جهة البحر ولا من جهة موريتانيا. وإلا بغيتي تدخل من جهة المغرب فكون أكيد أنك غادي تموت. غادي تموت، حيت الطريق اللي كتدخل ليها من المغرب كاملة عامرة ألغام. ودابا غادي يكون جا في بالك واحد السؤال اللي هو علاش هادشي كامل طاري. فباختصار باش تفهم خصنا نرجعوا بالزمن اللور ونرجعوا لايام الاستعمار. فكما عارفين كاع المغاربه، اسبانيا هي اللي كانت مستعمره المناطق الصحراويه المغربيه، وفي 1975 فاش اسبانيا خرجت من الصحراء المغربيه شداتها الصحراء وقسماتها على جوج، وعطات جهه الساقيه الحمراء للمغرب وجهه وادي الذهب خلاتها لموريتانيا. وهنا البوليزاريو ما سرطاش ليهم حيت ما خداو حتى حاجه، وكانوا كيقولوا بلي ديك البلاد بلادنا وماشي ديال المغاربه وماشي ديال الموريتانيين. وهنا نوضوا الصداع ونوضوا الحرب، وهجموا على المغرب من جهه الساقيه الحمراء، وهجموا على موريتانيا من جهه وادي الذهب. وموريتانيا كلات العصا في هذه الحرب هذه ديال بصح، حيت منطقه وادي الذهب اللي شادها هي قريبه للعاصمه الاقتصاديه ديالها هي واللي هي نواضيبو. وهنا ضر الاقتصاد الموريتاني بواحد الشكل اللي كبير ووصلوا لواحد الازمه ماليه خانقه. وهنا قرروا انهم يديروا واحد الاتفاقيه بينهم وبين جبهه البوليزاريو، وموريتانيا قررت انها تعطي جهه وادي الذهب للبوليزاريو باستثناء مدينه القويره حيت قريبه للعاصمه الاقتصاديه ديالهم. وإذا ناضت شي حرب مره اخرى عاوتاني موريتانيا غادي تاكل العصا. وهنا الملك المغربي الحسن الثاني سمع الخبار وما تعطش، وصيفط العسكر ديالو لكاع المناطق الصحراويه، ودخلوا في حرب مع العسكر ديال البوليزاريو. وقدروا في 1979 المغاربه الحرار انهم يطردوا البوليزاريو من الصحراء المغربيه، وقدروا انهم يسترجعوا منطقه وادي الذهب. ولكن موريتانيا ما بغاتش كاع تطلق القويره للمغرب، وقالت المغرب بلي هذه المدينه راها ديالكم وغادي نعترف لكم بها، ولكن تبقى تحت الحكم ديالي حتى تلقاو شي حل للصحراء المغربيه. وكانت هذه هي قصه مدينه القويره باختصار. وحتى لهنا كيكون الفيديو تسالى، ما تنساش تخلي لايك ديالك كتعني ليا بزاف، وما تنساش بارطاجي الفيديو مع صحابك الا عجبك بطبيعه الحال. وإلا كنتي اول مره كتشوفني ما تنساش تخلي معاك واحد المتابعه.